هي ماما ليه طول الوقت متنرفزة ومكشرة في وشنا كده؟ المرة دي أنا بكلمكوا انتوا الولاد. عمركوا سألتوا نفسكوا هي ليه ماما على طول متوترة وبتزعق لما بتطلبوا منها حاجة؟ أنا ممكن كده أديك فكرة سريعة عن جزء من الحاجات اللي بتنرفز ماما. خد عندك، عندها مشكلة كبيرة في شغلها وفي مدير جديد بيسخف عليها لما بتوصلك الصبح وبتتأخر عن شغلها بسبب الموضوع ده 10 دقايق. متخانقة مع بابا وشادين مع بعض وبيحاولوا إن هما ما بينوش قدامكم. حضرتك جيت طلبت منها فلوس مراجعة أو درس، فجأة ما كانتش عامله حسابها عليهم، واخدت الفلوس اللي هي كانت عامله حسابها ان هي هتصرفها في حاجه تانية خالص، وطبعا اديت لك الفلوس ودلوقتي هي بقى شخصيا بتدور هتدبر الفلوس ازاي. جدتك تعبانه وهي قلقانه عليها، بتودي اخوك جلسات تخاطب وتعديل سلوك ومفيش فايده، والمدرسين في المدرسه على طول بيشتكوا منه، واكتر من كده بكتير، وانت يا دوبك بتشوف الجزء اللي على الوش، رد فعلها بس، وما تعرفش كميه الغضب اللي هي بتتعرض لها. ارجوك وارجوكي التمسوا لمامتكم وباباكوا اعذار لما يكونوا متوترين او متنرفزين، وما تزعلوش منهم لان انتوا اغلى حاجه عندهم. بس معلش، الحياه صعبه، وابقوا احضنوهم وطبطبوا عليهم، هينسوا هم الدنيا كله.